هاد جوج الرجال اللي في التصاور حدا الملك هما اعمده الاستقرار والامن في المغرب. والقاسم المشترك بين كل من ياسين المنصوري وعبد اللطيف الحموشي هو انه واحد مدير المخابرات الداخليه والاخر مدير ديال المخابرات الخارجيه. واحد فيهم كيخلي ضربوا البزنازه ارهابيين وسط المغرب، والاخر كيرد البال مع اي واحد داخل المغرب بنيه خايبه. وبالتالي فاش كنقولوا على انه المغرب عندهم ماليه اللي حاضينه، فراه هادو هما ماليه اللي كنهضروا عليهم. بجوج بهم هما في هذا المنصب تقريبا لمده 20 عام، يعني سنوات ديال المعرفه واللقاءات مع الملك والتنسيق بيناتهم وقله الناس، غير باش انت وانا والشعب كامل نمشيو نقراو ونتقهواو ونعيشوا مرتاحين بلا ما نخافوا من شي حماق يسخن عليه راسو ويصدق مفرقع الزمر كامل. واخا تكون فقدتي الامل في الحكومه والمسؤولين اللي قاهرين الشعب وما نعرف شنو، الا انه كتشوف حتى كتعيا كتقول الحمد لله على نعمه الامن اللي كاينه في المغرب. راه الميريكان وفرنسا وهولندا والمانيا وما عندهمش هذا الامن هذا اللي كاين عندنا. راه بنادم كيكون غادي يمشي يتعشى مع العائله ديالو حتى كيصدق شي حماق سخن عليه راسو هالشي جويجه وكيبدا يتيري في الزمر كامل. وهذا الاستقرار الامني اللي كاين في المغرب راه ما كنستافدوش منه غير حنايا كشعب، وانما الدوله كامله كتستافد منه من خلال الاستثمارات والمستثمرين اللي كيختاروا على انهم يجيو يحطوا العقد ديالهم هنا في المغرب. علاش؟ حيت بكل بساطه ما كاينش حرب، ما كاينش مشاكل، ما كاينش عصابات، على عكس بعض الدول مثلا اللي كاينه في افريقيا واللي لحد الساعه باقي كيوقعوا عندهم انقلابات. وانتم عارفين انه هذا العام تم الاختيار ديال المغرب كاول وجهه سياحيه في افريقيا كامله، وهذا الشيء كيبقى شويه من بزاف ديال الانجازات اللي كاينين على ارض الواقع. وبطبيعه الحال مناصب حساسه بحال هذه ومسؤوليات كبار بحال هادو كيعني انه والله لا لقيتي شي وقيته فين تحك راسك. الا وصلتي معايا الفيديو حتى لهنا وكنتي كتفق معايا في جزء كبير من هادشي اللي يلاه قلت لك، فبغيتك دابا تخيل معايا انه كاين واحد الانسان ما عرفتش صراحه هذا الانسان كيفاش كيفكر، من امتى وانا كنحاول نفهم اللوجيك اللي عنده باش خدام، والناس اللي متابعينه اشنا هي العقليه اللي عندهم، راه كنوصل حتى لعنده وكنتبلوكا حقيقه. تخيل انه كل مره كيخرج بفيديو وكل مره كيخرج بتحليل في شكل. في الاول كان كيدير فيديوهات عاديه على الحموشي غير كيهضر وصافي، وشويه بشويه غيبقى غادي وتيقلل عليه الاحترام بحال شي صاحبه في الدرب جالس كيتعاود معاه. حتى لهنا كلشي مزيان ماشي مشكل، عندك الحريه ديال التعبير ديالك، بامكانك تهضر كيف ما بغيتي. اصلا القرارات ديالك والاراء ديالك ما عندهم باش ياثروا علينا حنا كشعب او على جوج من اهم المؤسسات في المغرب. ولكن هاد اليومين كنتصدم بانني هابطه في تيك توك حتى كيطلع لي واحد الفيديو اللي حبس لي الفيزيبلات في عقلي ما بقاوش خدامين، لانه في هاد الفيديو كيقول الحموشي والمنصوري ولاو كيديروا اجتماعات باش يحرضوا ضد منه. هاد الهضره ما نكذبش عليكم قسما بالله الا كان ممكن نثقها لو كان بصح كان كيجيب شي مستندات مثلا اولا شي وراق اولا وثائق اللي ما خصهمش يخرجوا. راه والله حتى كنت غادي نثق انهم غادي يبغيو يديروا شي مؤامره ضده ولا شي حاجه، وحنا كنهضروا بالعقل. لكن انت واحد الانسان اللي ما عمرك ما جبتي لنا شي وثيقه، ما عمرك ما عطيتينا شي معلومه هكا حصريه، شي الله يسهل عليك. راه كما كنقولوا كتبقى لك حريه التعبير، هضر كيف ما بغيتي، ولكن انت كانسان عادي اللي غير كتنقل الخبر وكتزيد فيه فخرات وما عمرك ما حطيتي لنا شي دليل، علاش غادي يبغيو يديروا اجتماعات؟ ما عمرك ما قلتي شي حاجه اولا شي معلومه اللي حساسه مثلا. من غير انه هاد هشام في نفس الفيديو، انا غنخلي لكم واحد البارتيه تسمعوها، في نفس الفيديو قال لك يا سيدي على انه ما بقاوش دابا غير كيديروا اجتماعات ضده، لا ولاو كيخططوا انهم يديروا انقلاب على الملك. تخيل الملك هو منه راسو اختارهم من بين بزاف ديال الناس اللي كان ممكن حتى هما يخدموا بلاصتو، ولو كان ما كانش كيثق فيهم 100% راه ما كانش اصلا غيحطهم تما. في الاخير غيبغيو يتقلبوا عليه، كي داروا ليها الله اعلم. والمشكله كون غير ما كانوش انجازات مثلا عندهم اولا ما كانوش خدامين اولا شي حاجه نقولوا ان هاد الناس هادو راه خايبين ما يسواو ما يصلحوا، وانت كتجي كتقلب كتفلي. هاد 20 عام اللي كنقول لكم راه هي اقل حاجه، اقل مده اللي انا زعما غير مشيت تقلبت واحد شويه وبانت ليا. وانا متاكده انه غير باش يوصلوا لهذا المنصب راه دوزوا سنوات ديال الخدمه والاكسبيريونس وشحال من حاجه، وعارفين راسكم واكلين وعارفين راسكم كتخططوا حوايج كبيره ضد محمد السادس وضد العائله الملكيه. انا صراحه قسما بالله ما كنت باغا نهضر عليه، لانني انا ما عنديش مع جوج الفئات الناس، الانسان اللي كيتلاعب بالدين والانسان اللي كيتلاعب بالعاطفه ديال الناس. ديك اللعيبات ديال كنحاول ندخل بنادم ديك نظريات المؤامره اولا كنحاول انني نحرض واخا ما كاين حتى شي حاجه اللي غتحرض ضدها. فما تجيش انت وتقول على انه هاد المؤسسات الامنيه دابا ولاو باغيين يخططوا ضد من الملك والعائله الملكيه اللي انت اصلا كنتي كتسبها صاحبي. وراه شوف راه اي حاجه كتحطها في الانترنت راه تيقول لك التاريخ ما كيتنساش وما كيتمحاش، ممكن نزوروا التاريخ ولكن
فيديو اللي بصوت وصوره ديالك انت كتسب في العائله الملكيه، وفاش كتشوف على انه الناس كيتقلبوا عليك كتعاود كدير فيديوهات كتدافع على العائله الملكيه، وشنو دير ما دير غتمشي غتحرض ضد الامن. راه الا حنا كشعب فقدنا الثقه في الامن ديالنا راه ما بقى لنا والو. راه حشومه تستغل بنادم اللي مسكين اصلا واصله به الحياه العظم وقاتلو غير الفقر والميزيريه، واصلا كتلقى المستوى الدراسي ديالو على قد الحال، وكتستغل هذيك قله الوعي اللي عند بنادم، وبالتالي ما كاين حتى شي سبب علاش غادي تحرض ضد المؤسسات الامنيه في المغرب. لان هذا الشيء بكل صراحه كيخليني انا بعدا نشك في جوج الحوايج اولا جوج الفرضيات. الفرضيه الاولى اما انك كتحاول دير هاد الفيديوهات غير باش تدغدغ الاحاسيس ديال هاد المسؤولين ويتجاوبوا معاك، وفي الاخر ما يرضاوش على راسهم ديك الهضره ويصدقوا ويقولوا لك شنو ما شنو، احنا غنعطيك دوك الفلوس العار غير ما اسكت. وهذا الشيء بطبيعه الحال راه ما غاديش يكون، حيت الحمد لله ومن هذا المنبر كنقول لكاع صناع المحتوى اولا اي مغربي كيدير فيديوهات راه ما خصناش نخليو بحال هاد الانواع هادو يتكاثروا. راه حنايا عندنا واحد المنبر خصنا نستغلوا داك المنبر، الوقت اللي خصنا ندافعوا على الناس اللي بصح خدامين ندافعوا عليهم، والوقت اللي نشوفوا شي ولد الحرام كيستغل في الشعب وكيدقدق مو تما نديروا ردة فعل. اهم حاجه اننا ما نسكتوش، ما نخليوش بنادم غادي مع الغلط، والغلط راه هو انك تشوف بنادم خدام وتقول باللي ما خدامش، واللي باغي يدير انقلاب وتزعزع الاستقرار. عرفتي شنو هي تقول انك باغي دير انقلاب ضد الملك؟ راه هاد الهضره راه ما سهلاش، راه ماشي ما سهلاش لان غتاثر على الحموشي اولا لان غتاثر على منصوري، لانه الملك عارف شغالاته ما غيتسناش واحد بحالك داير كاسكيطه مقلقه يجي يقول ليه شي حاجه. ولكن راه كنهضروا على ناس اللي منهم من راسهم ما فاهمينش في المشهد السياسي اشنو واقع، غادي يتخلعوا ويقول لك اويلي غيطرى انقلاب اويلي غيطرى كدايا. يعني الانسان خاصو ضروري يتكلم شويه ويفهم ويقلب ويحلل ويعرف على انه هذا النوع هذا راه اما كيف ما قلنا باغي يدبر مصاريف، واما اصلا كيشد مصاريف غير باش يقول هاد الهضره. وانتم راكم عارفين الدوله اللي مولفه دير هاد الشيء ومستعده دير اي حاجه ضد المغرب.